اختفي، اشتغل في الظل، وارجع أسطورة. كل ما تفتح حياتك للناس أكتر، كل ما يلاقوا طريقة يشدوك تحت. دي ظاهرة اجتماعية طبيعية، مش حسد بس، دي طبيعة بشرية. بس في حاجة قوية جدا في الاختفاء والشغل في الظل. تبقى مش متاح وملتزم تبقى النسخة الجاية منك في السر. ده مثير ومحمس. ليه؟ لأنك عارف إن لما ترجع تاني تحولك هيصدم العالم. والحاجة المضحكة لما ترجع مش هتهتم، لأنك هتتعلم في الظل إن الرأي الوحيد اللي يهم هو رأيك أنت. يلا بينا نشوف إزاي تعمل ده بالطريقة الصح. هقسمها ل3 أجزاء: إزاي تختفي، تعمل إيه في الظل، إزاي ترجع. ولو غلطت في أي جزء خصوصا الأخير هتندم. يلا بينا. الجزء الأول: إزاي تختفي بالطريقة الصح. How to disappear. 1. اقفل بقك. Shut your mouth. بقك بيخونك أكتر مما تتخيل، محتاج تسيطر عليه. مش هتتكلم علنا عن حياتك لأي حد تاني، ده يشمل عيلتك، أصدقائك، زمايل الشغل، محدش. الاستثناء الوحيد شريك حياتك، ولو كنت متأكد إنه عايزك تنجح. أيوة، هتتعب في السيطرة على بقك، هياخد وقت. العادة الطبيعية عندنا نسكب المعلومات، ده مبرمج فينا لبقاء النوع. بس لازم تحارب ده عشان تختفي صح. هتحتاج تتعلم تمسك الأفكار قبل ما تطلع من بقك. ابقى لغز للجميع، وساعتها هتقدر تتحرك في الظل. 2. اهتم بس برأيك انت. Only care what you think. كل الناس ما بقتش تهم. عشان تختفي وتفضل مخفي لازم تعيد برمجة دماغك. لازم ما تهتمش برأي الناس. أولاً، هم مش مهتمين بيك، بس المشكلة انت فاكر انهم مهتمين بيك، وده بيتحكم في أفعالك الكتير. لازم تقتل الجزء ده منك اللي بيهتم برأي الناس. اللي لازم تعمله: اخلق شخص في دماغك، الشخص ده هو انت، ولازم تتهوس بإيه رأي الشخص ده فيك، وده الشخص الوحيد اللي يهم. الأسئلة: هتبقى فخور بنفسك؟ هتبقى سعيد باللي عملته؟ احنا متحكم فينا جدا من رأي الناس. لازم تغش وتخلي انت الشخص التاني. من خلال العملية دي هتبقى أقل دمية للناس وأكتر تحكم في حياتك. دي مش مهمة سهلة، وبتاخد تدريب وتكرار. شارك في الكومنتات لو قدرت تحل الحيلة دي واشرح ازاي. 3. اخفي خططك. Hide your plans. هتطور خطط طموحة في الرحلة دي. هتبقى متحمس وعايز تشارك خططك للي حواليك. ما تجرأش، خلي الخطط دي قريبة من صدرك زي باسوردات الكنز بتاعك. طريقة صحية تفكر بيها: تخيل إن كل جزء من خطتك يتسرب بيقلل فرصك في تحقيق الخطط دي ب5%. كل مرة تتكلم عن خططك وتعرضها علنا للناس انت بتأذي نفسك، بترضي الناس وبتأذي نفسك. بطل تكون مهمل كده وابقى جراحي ومقصود. لو محتاج مشورة أو تستفيد من خبرة حد في التخطيط، اعملها بدقة وتركيز. ألاقي الشخص الصح بالظبط، أكشف الحد الأدنى بس، خد المعرفة اللي محتاجها، اختفي تاني. 5. اخفي دموعك ودمك وفشلك. الجوست مود أو مونك مود أو أيا كان، السحق في الظل هيبقى صعب. هتتأذي جسديا، هتتعب عقليا، وممكن تنزف أو تعيط بعد مواجهة فلتر بعد فلتر واقف بينك وبين التقدم. إيه هيبقى غريزتك عند كل حائط؟ ممكن تروح تشتكي لصديق قريب أو تاخد كلمات راحة من عيلتك. أيوة، خمنت صح. هتحتاج تقفل البق المجازي وتنزف وتعرق وتعيط لوحدك بس. صرخ في الهوا، سيب الدموع تنزل من وشك، رقع جروحك بشنطة الإسعافات الأولية، بس اعملها بنفسك، اعملها في الظل، وسيبها تبني قوتك وشخصيتك. خلي كل لحظة قاع تبقى لحظة تقذفك لمستوى تاني من الأداء. اللحظات دي من الألم انت الجديد بيظهر. احتضن الألم ده وروح لحد ما تستناه. بيست مود الحقيقي. الجزء التاني: ايه اللي تعمله في الظل؟ What to do in the shadows. أولاً، اختار أهدافك. Pick your targets. ايه اللي هتتحوله؟ بسيط. عشان تبقى حاجة من خلال العملية دي لازم تعرف الحاجة دي ايه.
كن محدد في ده. عايز تبقى جاكت عضلات ومش معروف؟ عايز يبقى عندك بيزنس بيطبع فلوس؟ أيا كان، كن واضح جدا في اللي عايز تحققه. اكتبه، حطه في أماكن تقدر تشوفه، بس افتكر محدش تاني يقدر يشوفه. ثانياً، خلي حياتك كلها حوالين السحق. Revolve your life around crushing it. كل ساعة صاحي لازم تكون متخططة عشان توديك لأهدافك. ابقى مهووس. هتحتاج عقلية دي فرصتك الوحيدة في الحياة. كرس كل نفس ليها. كل حاجة تعملها لازم تكون مقصودة ولازم تساعدك في السحق. أمثلة: انقل لشقة قريبة من الجيم، انضم لكلاس يعلمك المهارات المحتاجة، تايم بوكس يومك عشان تقضي على الأقل كام ساعة على التحول بتاعك كل يوم. كرس يوم تبص على خطتك، تحدثها، تتابع تقدمك، وتكسر الأهداف الكبيرة لأهداف صغيرة قابلة للإدارة. اعمل كل اللي يتطلبه. ثالثاً، قاعد تبرمج دماغك السعادة بتساوي السحق في الظل. هتحب فعل الاختفاء ده، هتحب السحق في الظل. في الأول هتحس كل حاجة غريبة، بس في النهاية هتلاقي نفسك مستمتع بالألم وبأنك مش مرئي. ده هيتضمن تحول في تفكيرك، إعادة برمجة لدماغك. ده حاجة هتبقى جزء من تحولك الإيجابي، فاحتضنها وساعد التغيير يحصل. الجزء الثالث، إزاي ترجع؟ How to reappear. بعد ما تكمل تحولك ممكن ترجع، بس حاجة مثيرة جدا هتحصل في الطريق. الرجوع للمجتمع ده حاجة مش هتحتاجها تاني. لو عملت ده صح مش هتهتم ترجع، هتبقى واحد مع الظل. حياتك هتتحول لأبعد من توقعاتك، هتفضل دايما ساحق، وهتفضل تدفع لأهداف أكبر وأفضل، وهتفضل لغز لمعظم الناس، وهتلاقي إنك لقيت سلام هادئ في الظل، ولقيت حياة جديدة بتستمتع بيها أكتر بكتير من اللي كان عندك قبل كده. الزبدة، يلا نلخص. إزاي تختفي؟ اقفل بقك، ما تتكلمش عن حياتك لحد، اهتم برأيك بس، اخلق نسخة منك في دماغك وده الرأي الوحيد اللي يهم. اخفي خططك، كل تسليب بيقلل فرصك 5%. اخفي تقدمك، ما توريش التحسينات. اخفي دموعك ودمك، عيط وانزف لوحدك في الظل. ايه تعمله في الظل؟ اختار أهدافك، كن محدد وواضح. خلي حياتك حوالين السحق، كل ساعة متخططة للهدف. قاعد برمجة دماغك، السعادة بتساوي السحق في الظل. إزاي ترجع؟ الحقيقة مش هتحتاج ترجع، هتبقى واحد مع الظل، وهتلاقي سلام وحياة أفضل بكتير. الخلاصة في جملة: كل ما تفتح حياتك للناس كل ما يشدوك تحت. اختفي، اشتغل في الظل، وارجع أسطورة أو ما ترجعش خالص. سؤال ليك: لو قررت تختفي وتشتغل في الظل، إيه الهدف اللي هتحوله؟ وإيه أصعب جزء بالنسبة لك؟ قفل بقك وعدم الكلام، عدم الاهتمام برأي الناس، إخفاء خططك، إخفاء تقدمك، البكاء لوحدك؟ اكتب في الكومنتات: هختفي وهشتغل على الهدف. أصعب جزء ليا، بس هعمله عشان لما أرجع أصدم الكل بالتحول. والسؤال الأهم: هل فعلا هتختفي ولا هتفضل تعيش حياتك مفتوحة للناس؟ افتكر: The more you open your life up for display, the more people find a way to drag you down. كل ما تفتح حياتك للعرض، كل ما الناس تلاقي طريقة تشدك تحت. Shut your mouth. Your mouth betrays you. اقفل بقك بيخونك. Only care what you think. Everyone doesn't matter anymore. اهتم برأيك بس، كل الناس ما بقتش تهم. Hide your plans like they are the passwords to your treasure. اخفي خططك زي باسوردات الكنز بتاعك. Let each moment of rock bottom catapult you to another level. خلي كل لحظة قاع تقذفك لمستوى تاني من الأداء. You won't care to reappear. You'll have become one with the shadow. مش هتهتم ترجع، هتبقى واحد مع الظل. Disappear. Work in the shadows. Transform. And if you reappear, shock the world. اختفي. اشتغل في الظل. اتحول. ولو رجعت، اصدم العالم. But honestly, بس بصراحة, you won't need to. مش هتحتاج. You'll have found peace in the shadows. هتلاقي سلام في الظل.